اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات، والنهاردة فيديو جديد كده. يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلبكم، ويعني أفيدكم ولو بمعلومة بسيطة. حبيت أشارك يومي بقى الكامل كده معاكم من أوله. كان عندنا حاجات كتير في اليوم. البيت كان فاضي، ما كانش فيه اي حاجة في التلاجة. نزلت جبت خضار، وكان في عندي مواعين، وعملت اكل وظبطت البيت، وكان عندي حاجات كتير كده عملتها، لان يعني اليوم كان مشغول. فقلت بقى اصور معاكم كده وايه وشارككم اليوم بتاعي. اليوم ده كده كانت اما تبقى الساعة 12 كان يعني خلاص هبتدي بقى اول يوم في ال39 سنة. يا رب تبقى سنة سعيدة يا رب، وتبقى احسن من اللي قبلها، ويا رب كل حبايبي يبقوا حواليا كده والناس، واي شر ربنا يبعده عني، واي خير ربنا يقربه مني، ويا رب تبقى سنة سعيدة. كل سنة وانا طيبة. هنا بقى كان اول حاجة نزلت اشتريت بقى خضار، كل الحاجة بقى اللي مش موجودة في البيت. نزلت جبت طماطم وجبت خيار وفلفل وليمون، وجبت فاكهة، ويعني اشتريت كل اللي ناقصني. وكان الولاد نفسهم في محشي، جبت حاجة المحشي وقلت بقى ايه اعمل بالمرة بقى. هو كان اليوم مشغول كده، وقلت بقى اعمل لهم كل اللي نفسهم فيه. هو عيد ميلادي انا بس، لا احقق امانيهم هم، يعني هم اهم حاجة. بس الاسعار يعني انا مش عارفة هو في ايه، يعني مش عارفة هو في ايه. الطماطم ب23 جنيه، ماشي. البتنجان ب17، البطاطا ب15. هي البطاطا يا ولاد نازلة ليه دلوقتي؟ مش البطاطا دي كنا بنعملها عشان نتدفى في الشتاء؟ انا مش فاهمة هي ليه نازلة دلوقتي. الليمون ب25، البطاطس ب28، المانجا ب30، الخيار ب25، الفلفل ب20. أسعار يعني أنا مش عارف، بس لازم أتصل بإخواتي وأسألهم الأسعار إيه في شبرا هناك، يعني الوضع إيه. يلا الحمد لله، والحمد لله إن الحاجة موجودة. بس أنا مضطرة إن أنا أشتري من هنا بالأسعار اللي هنا. حطيت بقى كل حاجة في التلاجة، وبعد كده ابتديت بقى ان انا اجهز حاجة المحشي. وانا بجهز حاجة المحشي المية قطعت، وهو ده كان يعني الدروب اللي حصل في اليوم. قلت بقى اظبط الدنيا، اعمل كل حاجة مش محتاجة مية، وبعد كده ايه اما المية تيجي ابتدي بقى ان انا اعمل الحاجات التانية. قورت بقى البتنجان كله، وزي ما انتوا شايفين ايديا عاملة ازاي. و... وخلصت تقوير ورتبت البيت، وسبت بس التويلت والحاجة اللي في الحوض المواعين سبتهم لحد ما المية تيجي. وانا بقور البتنجان وبظبط الحاجة، الحمد لله المية جت. بس كانت الساعة كام؟ الساعة 8. ابتديت بقى، انا مش عاوزة اقول لكم المحشي ده كان اول يعني كلناه مع اول دقيقة في السنة الجديدة بتاعتي. يعني الساعة بقت 12، احنا متعشرين محشي وبانيه. خلصت بقى تقوير، وابتديت بقى ان انا اغسل الرز، وكنت عملت التسبيكة. طبعا الحاجات دي انا عملتها معاكم كتير، فقلت بقى ايه ناخد شوية مقتطفات كده اشارككم بس اليوم. واللي عاوز اي طريقة او اي وصفة او كده يرجع للفيديوهات اللي فات هيلاقي فيها الوصفات. هنا بقى كنت خلاص خلصت المحشي، حشيت كله. كنت عاوزة اجيب ورق عنب بس ما لقيتش. هنا كان في حلة استوت، والحلة التانية لسه ما استوتش. وحبيت اوريكم الخضرة اللي انا مفرزاها، اللي هي نفعتنا كتير. يعني الحاجة اللي احنا فرزناها في الشتاء نفعتنا كتير. مش عاوزة اقول لكم الخضرة. انا مش فاهمة الخضرة اصلا رابطينها ليه. يعني هي ما هو عود واحد رابطينه ليه؟ ما يسيبوه عود كده. والعود ب2 جنيه يعني. الحمد لله انا كنت مخزنة حبة، وهو ده اللي بينفعني في المحشي وكده. والحمد لله المحشي استوى وخلاص كده وكلنا.
حتى الولاد حطولي لقيتهم جايبين رقم 39 شمع وحطوهولي في الطبق بتاع المحشي ووضبولي طبق محشي كده واحتفلوا بيا بطريقتهم. اي نعم انا اللي عامله المحشي وانا اللي تعبت فيه والكلام ده كله، بس هم احتفلوا بطريقتهم. خلصت بقى المحشي آه وانا بنضف كده، ده كان قبل المحشي. غيرت الملايات، السراير كانت محتاجة ان انا اغير الملايات. انتوا عارفين ان انا شايلة السجاد عشان البوتي تريننج بتاع ابني، فمش عاوزة اقول لكم بقى الملايات والفرش بيتلحوسوا من اقل حاجة. فعلا السجاد شايل كتير، ان انت السجاد فرشاه في الارض. هو كان في الوقت ده كده السجاد جه واتغسل وما شاء الله يعني غسلينه حلو وكده، بس انا مرضتش افرشه وقلت بقى على دخلة المدارس في التنظيفة بتاعة المدارس خلاص يعني هي هانت فاضل شهر، هفضل كده برضو وبعد كده ابقى افرش بقى ندفي الشقة. هنا بقى فرشت الملايات وشلت الملايات التانية وهي محطوطة في الارض، هغسلها احطها على الغسالة على طول مجرد ما بلم مجرد ما بغسل. هما البنات متعودين ان هما ما يقوموا يطبقوا الدفايات والحاجة بقى اللي على السرير، بس طبعا مش بيظبطوا الملاية زي ما انا بظبطها كده مسطرة كده. فبقول لهم يطبقوا الدفايات بس وانا اظبط الملايات. هنا بقى كنت خلاص حطيت كل حاجة مكانها، وكان فيه هدوم مطبقة حطيتها في الدولاب وظبطت الأوضة، واخدت اهو الملايات احطها في الغسالة على طول عشان ما فيش وقت يعني عشان يلحقوا ينشفوا. وطبعا انتوا شايفين الملايات دي اصلا لو حطيتها في الباسكت بتاع الغسيل هتاخد مكان كبير، وانا ما بحبش اركن غسيل مش نظيف. فحطيتها واحط معاها الاوكسي وخلاص على كده وشغل الغسالة واخش اعمل حاجة تانية. هنا بقى كنت كنست بكنس الاول بالمكنسة وبعد كده بعمل بالموب يعني الموب دي بتلم لو في فتافيت ولا في حاجة، بس هتلمها من حتة تحطها في حتة تانية. فانا اعمل بالمكنسة الاول وبعد كده اعمل بالموب. بصراحة الموب موفرة عليا حاجات كتير، موفرة يعني مريحة ظهري ان انا ما بوطيش. انا كنت من الناس القديمة اللي هي لازم تمسك الفوطة كده وتوطي وتمسح وكده، بس فعلا يعني الموضوع مرهق، مع كمان ان السجاد مش يعني متشال. فكل شوية بمسح مطرح رجل الولاد، مطرح اللي بيتوضى وخارج بينقط مية، اللي وقعوا مية اي حاجة. فكل شوية بجيب الموب وامسح السيراميك على طول، حاطة شوية مشايات كده في الارض عشان اللي طالع على السرير الكلام ده كله، واما اجي افرش ان شاء الله هلم كل المشايات دي اغسلها وافرش بقى كله على نظافة كده. هنا كده نضفت الأوضة كلها وظبطتها، مخليتش حاجة فيها مش مترتبة، وخلصت الأوضة والغسالة شغالة. هتخلص غسيل وانشر على طول يبقى كده خلاص خلصت. هنا بقى كان فاضلي شوية مواعين في الحوض، ويبقى كده اليوم خلص وانا خلصت كده كل حاجة. بالنسبة بقى لسؤال اتسألته كتير في الفيديو اللي قبل كده، النادي اسعاره ايه، والنادي بننزل البسين ازاي، والنادي. والله كنت اتمنى ان انا افيدكم او اقول لكم مكانه فين والكلام ده كله، بس النادي ده للاعضاء يعني هو ممكن تخشي النادي مع يعني تخشي بتيكت، بس لازم يكون معاكي عضو في النادي تمام، لكن البسين للاعضاء بس. ف يعني ما ردتش على السؤال عشان مش حاسه ان انا هفيدكم بالمعلومه ان البسين يعني ده مثلا مش زي دار كذا او دار كذا. انا قبل ما اشترك في النادي ده كنت بروح دار يوم انا والولاد ونظبط الدنيا ونقعد يوم كامل هناك وكده، بس بصراحة الموضوع طلع مكلف زيادة عن اللزوم، وخصوصا ان في دار كتير ما بيدخلوش اكل، فانت مضطرة ان انت تجيبي اكل من جوه. يعني ايام يعني انا مشتركة في النادي بقالي فترة كبيرة، مثلا 5 سنين او حاجة او 4 سنين مش فاكرة بالظبط، من 2020. قبل كده كنت بروح دار واقضي اليوم، كان ممكن اليوم يقف عليا قبل الغلاء اللي احنا فيه ده، ممكن اليوم يقف عليا ب1000 جنيه مثلا، وده مبلغ
الباركنج بتاع العربية، الأكل اللي بنشتريه من جوه، التيكت بتاع البسين. طبعا مبلغ ان انا كنت بروح مرة في اليوم، مرة في السنة قصدي، يعني في الصيف نعمل حسابنا ان احنا رايحين مرة. فحسيت ان انا اشتراكي في النادي ان انا هوفر الكلام ده كله، والبسين موجود بقى في اي وقت الولاد عاوزين يروحوا، احنا عاوزين نروح. ممكن انا قلت لكم انا عملت الغدا ورحنا كملنا اليوم هناك، يعني انا مش من اول اليوم، لكن اما كنت بروح دار او كده كان لازم من اول اليوم. كنت بصحى حتى الفجر عشان اظبط الدنيا وعشان حاجتي تبقى ايه، متظبطة كده ومحتاجش حاجة. وكنا ساعات نبقى واخدين الاكل، يعني انا افتكر اول مره رحت الدار كنت عامله اكل واخده اكل معايا وما رضيوش يدخلوه. حتى كان قلت لهم اعمل سندوتشات للولاد وكده واحطها في شنطه ايدي، قالوا لي لا ممنوع. فهو ده اللي خلاني ايه ان انا بطل. وموضوع المصيف ان انا اطلع اسبوع وكده، آه ما اتعودتش ومش بحب ان انا اروح. بس لو اتاحت الفرصة عادي ممكن اروح، لكن انا بحس ان اليوم ده احسن ان انا ارجع على بيتي واريح بعديها يوم يومين مش هتفرق. لكن موضوع ان انا اطلع اسبوع كامل، عاوز راحة شهر بعد الاسبوع الكامل ده. وكل واحد وعلى حسب وضعه يعني. آه، بس بالنسبة للبسين، في بسين كتير في أي دار. يعني أنا كنت فاكرة كان التيكت بتاع نزول البسين كان مثلا 50 جنيه، والدخول برضو تيكت ب50 جنيه، كان حاجة كده يعني. بس كان نفسي أفيدكم في الموضوع، بس للأسف هو بس للأعضاء. هنا بقى أنا خلصت آه، البيت بقى كله، وكان فاضل بقى شوية المواعين دول قلت اغسلهم. كنت شايفة ريفيوهات كتير قوي عن الليفة بتاعت المواعين دي وقلت اجربها. بصراحة هي جميلة، لان هي يعني الليفة دي هما اتنين مع بعض، الاتنين ب25 جنيه. آم، الليفة فيها حاجات بارزة كده، الحاجات البارزة دي سلك ألمونيا، فاللي هي موفرة ان هي تبقى سبونسرة وان هي تبقى سلك، الاتنين في واحد يعني. لو في حاجة، يعني انا جربتها في الصينية وانا بغسلها كده بتنضف، بس انا ما ضغطتش قوي عشان عشان ما تجرحش الصينية. يعني انا بحب اغسل باللي هو السلك البلدي بتاعنا، زي ما انتوا شفتوا في الفيديو اللي قبل كده. بحب اغسل بالصابون البلدي والسلك او اللهلوبة، هما دول اللي انا بنضف بيهم الألمونيا. بس فيها مشكلة ان هي بوظت لي ضوافري، يعني جرحت ضوافري كده، وابتدت ضوافري تشبك في اي هدوم، في الشعري، في كده. فهي دي بس مشكلتها. هنا بقى خلاص هخلص المواعين كلها ويبقى كده ما فيش حاجة فاضلة خالص. اليوم كده كان خلص. كان مثلا يعني انا كنت بغسل المواعين دي كانت مثلا الساعة 3، ويبقى كده اليوم خلص خلاص بخير وبشره. والحمد لله يا رب، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. آه وي... ويقدر كل ست بتتعب في بيتها وعلى ولادها ويجازيها كل خير. وفعلا يعني اللي احنا فيه ده نعمة، والحمد لله على كل حال. ولو وصلت لحد هنا متنسيش تحطي اللايك والاشتراك، ولو مش مشتركة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. بحبكم في الله. وعاوزة اقول لكم على حاجة سألت عليها برضو في الفيديو اللي فات. آه، انا الكومنتات بشوفها يعني بعديها بفترة، ما بلحقش اشوفها اصلا. فقلت في الفيديو اللي جاي اجاوب على كل الاسئلة اللي انا ما لحقتش اجاوب عليها يعني. بالنسبة للايس بوكس. الايس بوكس ده انا كنت جايباه من فترة كده، بس هو كان اول مرة افتحه. تمام، يعني من شهرين 3. كنت جايباه ب970، وكنت جايباه من محل في شبرا. وهو السعة بتاعته 23 لتر. والكولمان اللي معاه السعة بتاعته 6 لتر. بس هي دي كل المعلومات اللي انا اعرفها او فاكراها عن الايس بوكس.
هنا بقى كنت انا خلصت المواعين هنا، ولازم اغسل الحوض بقى غسلة حلوة كده، بس للأسف قعدت ادور على كلور ما لقيتش. محتاجة ان انا انزل اشتري شوية منظفات كده بتاعة الشهر، لان الصابون السائل يعتبر بيشطب، هما دول بس اللي فاضلين اللي موجودين في الديسبنسر دول. والكلور، ومحتاجة برضو اجيب شوية منظفات كده اللي انا بجيبها. محتاجة ان انا اجيب فينيك، واجيب كلوريكس الوان، و... وايه تاني، وديتول. كل الحاجات دي انا بجيبها سايبة، بس الكلوريكس الالوان بس هو اللي انا بجيبه علبة، يعني عشان بصراحة ما لقيتش تركيز زيه. كده خلاص، يبقى اليوم خلص، وبحبكم في الله، وباي باي.